السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل مع بعض النهارده طريقه سهله جدا للقرص الفلاحي بتكات بسيطه كده. بس القرص بتاعتي لسه كانت طالعه من الفرن وسخنه، بصوا طريه وجميله ازاي. حابين هنعملها ساده، عايزين نعملها بعجوه او بملبن حسب ذوقك وحسب اللي انتي بتحبيه. عملنا مع بعض كعب الغزال ده، بيتباع في الافران. انا من 2 كيلو دي عملت يعني 3 أو 4 كيلو من القرص. معايا معلقتين سمسم هنزل فيهم كده بيهم بنص معلقة سمنة او ربع معلقة سمنة، حاجة بسيطة جدا. احمرهم بس فيها كده. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ممكن تعملوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. ما تنسونيش في اللايك. وكلمة حلوة بقى منكم. هقلب كده السمسم بتاعي. معايا نص كيلو عجوة، طبعا احنا في الشتاء العجوة بتاعتي مجمدة رغم اني ما كانتش في تلاجة والله. هي مش عارفين ماسكة في نفسها كده ليه. معايا معلقة سمنة كده على البوتاجاز على نار هادية جدا. افك كده العجوة بتاعتي خالص. معليش النار بتاعتي عشان ما تتحرقش. بس خلاص انا كده فكيتها. نشوف بقى المقادير بتاعة القرص بتاعتنا. معايا ربع معلقة ريحة كحك. السمسم بتاعي معايا كوبايتين لبن. معايا كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت ونص العجوة دي الخميرة اللي انا بستعملها. معايا كيس بيكنج باودر هاخد منه معلقة كبيرة. الخميرة دي ممتازة جدا. عايزة بقى اختبر الخميرة بتاعتي. معايا اللبن دافي. معايا معلقتين كبار من الخميرة. ازود عليهم بس حبة صغيرين كده. معلقتين مليانين. احنا في جو الشتا ده عادي لما نكتر الخميرة. احط معلقتين سكر. نسيت برضه اقول في المقادير بتاعتي نص كوباية سكر. والمقادير كلها انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. جربوها والله يا بنات هتعجبكم جدا، كان طعمها جميل وكل اللي كلها يعني شكر فيها والله. جربوها حتى لو هتعملي كيلو دقيق او نص كيلو دقيق، مش لازم تكتري. هقلب الخميرة بتاعتي كده اهو، هدوبها كده في اللبن مع السكر. هركنها بقى شوية لغاية ما اجهز المواد الجافة بتاعتي كلها. انا بس كنت بفك الخميرة كده من بعضها عشان كانت عاملة كتل. هغطيها بقى شوية. معايا بقى الدقيق بتاعي اهو. ده دقيق متعدد الاستخدامات. معايا 2 كيلو دقيق. هحط كيلو، هحط معلش ربع معلقة ريحة الكحك. هنزل بالسمسم بتاعي. ريحة الكحك دي بتفرق جدا في العجينة. دي ربع معلقة ينسون على كراوية انا حمصتهم على النار
وعملتهم في الكبة بتاعتي، بيدوا طعم حلو جدا للقرص. معلقة بيكنج باودر كبيرة، ربع معلقة ملح. برضو المقادير انا هكتبها تحت في صندوق الوصف. هنزل بقى بباقي السكر اللي معايا، احنا كان معانا نص كوباية سكر، خدنا منها معلقتين، ده باقي كمية السكر اللي معايا. هنزل بيهم على عجينة عادي، بلاش نكتر سكر اكتر من كده، كده حلو، الكمية دي حلوة. هقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعض. انا كنت بعمل الفيديو صامت، فلو انتوا عايزيني اتكلم في الفيديو ونتكلم مع بعض كده، ممكن تكتبولي تحت انهي الاحسن، ان انا اتكلم او اعمل الفيديوهات بتاعتي صامتة. بس انا حبيت الفيديو اللي انا اتكلم فيه اكتر، بحس ان انا بشرح الحاجة اكتر. هنزل بقى بالسمنة بتاعتي كلها كده اللي معايا. انا معايا كوبايتين سمنة ونص كوباية زيت. الخطوة اللي انا بعملها دي اسمها بس العجينة مع السمنة، او بس الدقيق مع السمنة. انا كده ببس الدقيق مع السمنة. هقلب الدقيق بتاعي في السمنة كده كويس. الفيديو معلش بتاعي طويل شوية، بس لازم يعني في حاجات ما كانش ينفع افصل الفيديو فيها، انتوا عارفيني انا بفصل الفيديو على طول، بس في خطوات كده يعني لازم نشوفها مع بعض. بصوا الدقيق بتاعي اتشرب السمنة كلها. خلاص بقى كده. هنزل بقى بالخميرة. بصوا الخميرة بتاعتي نشطة وجميلة. اللبن معايا دافي، وكل حاجة انا بستعملها دافية عشان احنا في فصل الشتاء. الم بقى العجينة بتاعتي كده مع اللبن، وفي اخر الفيديو هنعرف احتاجت قد ايه لبن وقد ايه مية. انا كنت جايبة نص كيلو لبن، انا عملته كله، هما جم كوبايتين، واحتاجت كوبايتين ونص مية. كل واحد فينا حسب الدقيق اللي هو جايبه، في دقيق بيحتاج مية كتير وفي دقيق لا. هلم بقى العجينة بتاعتي كده خالص. انا مش بنزل بكمية المية بتاعتي كلها، انا عايزة العجينة بتاعتي يبقى ليها عرق. انا لما بعمل كده بلم العجينة، انا مش بعجن، انا بلم العجينة بتاعتي مع الدقيق كده. انا مش محتاجة عجن زي ان انا بعمل عيش، لا، انا بلم العجينة. بلم العجينة بتاعتي كده بالمية. اسفة عشان الفيديو طويل، بس والله يعني لو كملتوا الفيديو للاخر هتستفادوا جدا. الخطوات دي مهمة جدا عشان نجاح العجينة. هنزل بالمية الباقية اللي معايا. المية اللي انا مستعملاها دي مية دافية، مش مية من الحنفية.
بص انا هختبر العجينة بتاعتي كده. انا نضفت ايدي. بص همسك العجينة، لو العجينة بتاعتي بتشقق، لا العجينة دي لسه لها نص كوباية او ربع كوباية مية تاني. هلم بقى العجينة بتاعتي كده خلاص، انا مش هحط مية عليها تاني. وهوريكم برضو العجينة بقت معايا ازاي. هلم بقى العجينة بتاعتي شوية. بصوا خلاص كده ما شاء الله، اللهم بارك. العجينة بتاعتي مش محتاجة اي حاجة خالص. بصوا اختبر بقى العجينة بتاعتي ازاي. لما افرد العجينة مش هلاقيها بتقطع. بصوا كده العجينة بتاعتي خلاص. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة وبعدين هبدأ تشكيل فيها. واغطيها بقى بستريتش لاب كده. معايا بقى العجوة اللي احنا كنا عاملينها، هعملها صوابع. لما بعمل العجوة صوابع كده بتوفر معايا وقت. هخلص برضو كمية العجوة بتاعتي كلها. خلاص العجينة بتاعتي ارتاحت نص ساعة. ابتدي بقى اشكل فيها. افرد بقى كده فيها. بس ما شاء الله العجينة بتاعتي بتتفرد جدا وسهلة. ده يدل على نجاح العجينة. عجينة مش بتلزق خالص. بس قولي يعني الشكل اللي انا هعمله ده اللي هو اسمه كعب الغزال. ده بيتباع في الفرن. مش عارفة، متهيألي الكيلو منه دلوقتي ب50 جنيه. لما نعمل الحاجة بتاعتنا في البيت بتوفر معانا كتير. ومحدش يقول انا مش بعرف اعمل، لازم كلنا نتعلم ونعمل. حاجات سهلة جدا، مش محتاجة حاجة، وكل حاجة موجودة في البيت عندنا. حاجات بسيطة اللي بتجيبيها من بره، بس والله بتوفر معاكي كتير. ممكن الاولاد ياخدوها معاهم المدرسة، ممكن نفطر بيها الصبح. هي مش محتاجة بس الا كوباية شاي بلبن. وبالهنا والشفا. ما تنسونيش بقى في اللايك. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ممكن تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس. انا بلم العجينة كده، مش عايزة العجوة اللي فيها تبان، عشان بس ما تتحرقش مني. الشكل ده كان جميل وعجب الاولاد جدا. بلم بقى العجينة كده بالراحة خالص، مخليش فيها هوا خالص من جوه. بصوا هي كانت العجينة كبيرة معايا، فاحنا ممكن يعني لو نعملها اصغر من كده. هقطع بقى. اهو بسم الله الرحمن الرحيم كده، وابتدي اقطع في العجينة بتاعتي. عايزة اوريكم شكل العجينة من جوه كان جميل. بصوا كانت حلوة ازاي.
رغم ان العجوة اللي انا كنت حطاها فيها برضو كده كانت قليلة، يعني كان في حتت كتيرة برضو مش فيها عجوة. انا همسحها بفرشة كده فيها مية. بصوا فرشة فيها مية. اسفة على صوت التليفون. واحطها كده في السمسم بتاعي ده ني. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها كده. مرضتش احط سمسم من تحت عشان ما يتحرقش معايا. هكمل بقى بقية العجينة بتاعتي كده. هقفل كده بقى من الجناب كلها. ده شكل تاني غير الشكل اللي احنا عملناه. هقلب بقى كده العجينة بتاعتي. اهم حاجة بس بدهري العجوة اللي فيها عشان ما تتحرقش مني. احنا ممكن نعمل الكمية كلها قرص، بس انا حبيت اشكل لكم كذا شكل. نقطعها بقى كده. انا السكينة اللي معايا ما كانتش حامية، ما كانتش مساعداني ان انا اقطع العجينة حلو. ده الشكل التالت معانا. بصوا انا كنت هحط العجوة فقلت لا هلمها رول الاول. الرول ده بيفرق جدا في العجينة من جوه، بيخليها مورقة. الله اكبر الله اعظم. الله اكبر. هكمل بقى العجينة بتاعتي كده. احنا المسجد جنبينا على طول عشان كده صوت الاذان عالي. ده شكل تاني. هقفل برضو العجينة بتاعتي كده. هقفل على العجينة بتاعتي كلها خالص، وهقفل الرول بتاعنا حلو. بس برضو العجينة كبيرة معايا فهقلها شوية عشان بس اعرف اتحكم فيها. بصوا بقى